شيف هي عم تسال على كعكه الايس كريم، بتحبي تعطيها اياها اليوم ولا نخليها بالحلقات؟ نخليها اياها المره الجايه، هي سهله جدا جدا يعني. كثير سهله. تابعينا انساتي سيداتي، معاكم كل يوم من الساعه 12 للساعه 1 ما عدا يوم الجمعه بعد صلاه الظهر من الواحدة ونص للتنتين ونص، واكيد الجواب رح تلاقيه عندنا، واحلى ايس كريم كيك لعيونك. بتصور كمان عملت كيكه عملتها ريما، حطت فيها كريمه بدل الايس كريم، هي نفس الطريقه بالضبط، بس بدل الكريمه بنحط فيها ايس كريم. بس نفس الشيء بس يعني اكيد احنا رح نجاوبها بالحلقات الجاي. شوف انا هون انا شفتك بلشتي عم تدهني بال هلا احنا عن الخضره هي هون خلصت. هلا العجين العجين هذا على ايهاب يعجن. رح اعجن انا رح تعجن. انا شاطر بالمساج، قصدي بالعجن. هلا في عندنا البشاميل هذا بدنا نصبه على الخضره ونحرك. سهل المطبخ لست البيت. وبعدين للزلمه بصراحه يعني انا بفوت بعمل فوضى، فامي وراي بتقول لي ليش هيك يعني؟ ليش هيك سويت؟ يعني ما في فايده، الزلام دايما هيك. يلا هلا كمان بدنا نحط الجبنه عليها. طبعا في نوع معين للجبنه؟ لا يعني انا بخلط من بين موتزاريلا مع مبشوره. هي هاي نخلطها شيف؟ يخلطهم خلط. بدهم خلط. اوكي. هلا رح نقول مساء الخير انساتي سيداتي ونرحب بسحر. سحر الله ما احلى صوتي. سحر الو سحر وطي لنا صوت التلفزيون، اسمعيني من التليفون بعد اذنك. الو يا سحر وطي لو سمحتي، وطي صوت التلفزيون واسمعيني من التليفون. الو اهلا وسهلا فيك يا سحر، تفضلي. انقطع الاتصال. طيب بهالاثناء الحلوه والرائعه سمعنا شيء طلبت منا الشيف مها، يعني ما بنقدر نفرقها. اذا بدكم الطبخه تطلع زاكي لا طبعا. لا اليوم بدنا ناكل شيء زاكي فلازم نسمع. امورينا. فوق النخل. فوق النخل فوق عيني، فوق النخل فوق، ومدري لمع خده يابا، مدري القمر فوق، والله ما اريده غني مع شيف وبلاني بلواه. الله الله، شو هالاغنيه حلوه، شو هالاغنيه غنوها فنانين، مش معقول هالاغنيه شو لها تاريخ ولساتها معانا لهلا. يعني اذا انت فتحتي موضوع كثير انا بهمني وكثير بهم كثير موسيقيين اللي فعلا عندهم اهتمام بالموسيقى بشكل عام، وين عم بتكون وين كانت. يعني زمان دائما تسمعي اغاني عبد الحليم وام كلثوم وعبد الوهاب اللي انا بعشقه طبعا، ولساتها عايشه معانا لهلا. انا كثير غلبوني. سعديه شيف سعديه، لانه ايدي مو طبيعي، مو حجم طبيعي. لا ما شاء الله عليك. اللهم لا احسد، هيك قلت لي انت ما تحسدينا. فبهداك الزمن يعني كان في صدق اكثر. الحياه كانت غير. بتخيل حياتنا بهذا الوقت صارت يمكن اسرع شوي، ناشفه. اغنيه تسمعيها خلص نزلت اللي بعدها، بيستنى اللي بعدها، فكل شيء صار سريع، ما بتعرف شو بدك تعملي انت يعني. فدائما هذاك الجيل كان بالنسبه لي موسيقيا كان حلو، بس ما زال هذا الجيل فيه ابداعات خطيره. مزبوط. واكيد في ناس عم تشتغل على المزيكا صح يعني. طول ما في انسات. شوف انا بزبط بدون هذا ولا اذا مش ضابطين معك طلعت رجل آلي يعني. بلاش شوف شو رايك تساعديه، بلكي بيزبطوا معاكي. بيزبطوا معك شديهم انت لانه هو مش عم بيقدر يتحكم فيهم. بالضبط. اوكي، شايفين قديش في صعوبه للرجال انهم يلبسوا كفوف حتى لا والله هو بس لانه ايدي يمكن حجمها كبير. يعني كثير صعب. anyway شيف خلينا نبلش معك على موضوع الباي. نعم هلا بدنا نرق بهذا الشكل، رقها بس يعني هالقد تكون. انا كثير حبيت العصاي. العصاي هذا شغل بشغلي هذا. اوكي. طب راني انت بالمطبخ كيف؟ انا شاطره. يعني وانا شهادتي بحالي مجروحه. اللي بده يسال والدتي. لا شاطره. الله يخلي لك يا الله رب. يسعدك. نوجه لها تحيه اكيد. اوكي، فاذا هلا رح نرق بالشوبك. اوكي هلا شيف احنا طبعا حطينا طحين. شايف كبر الشوبك بيساعدك لما بدك تنقلي من مكان لمكان العجينه، بس تعمليها هيك. اوكي. ترفعيها على لما يكون عندك شوبك صغير فصعب انك تغيريها. يعني انا قلت صغير عشان عقدي يعني الشيف يعني رعينا شوي. لا هذا لإلي هذا إلك بالضبط. ممتاز. طيب شيف احنا حطينا طبعا الطحين. حطينا الطحين عليها علشان ما تلزق معنا. اوكي معلش هلا بدي اخليك تنقلي اياها على الجاط. خليه يرق شوي. يلا خلينا ناخده بالكاميرا وهو عم برق. يعني اليوم في اثباتات صوت وصوره. اشتغل انه هو مش بس بغني بيطبخ كمان. والله انا بحب العجين بصراحه. اوكي بتحب تلعب فيها يمكن وانت صغير. بالضبط. اوكي
طيب هلا هاي العجينه بكفي. اوكي رح ناخذ الاتصال ونشوف سالي شو رايها بموضوع رق العجين. سالي مساء الخير، رمضان كريم. مساء النور حبيبتي. اهلا وسهلا فيكي. يعطيكم العافيه. يعافي قلبك ويخليكي، امورينا. بس حابه اسلم عليك وعلى الشيف وعلى ايهاب مراد. قولي لي عجبك ايهاب بالمطبخ؟ ما شاء الله عليه ما بيقصر. ما بيقصر. طب ايش في ايه طبخه معينه حابه يطبخ لك اياها ايهاب؟ بلكي هيك جبناه حلقه ثانيه يطبخ هو. البيتزا. بيتزا، كيفك مع البيتزا؟ فظيعه، اختيارك كثير حلو. طيب قولي لي عندك اي سؤال اي استفسار؟ لا بس حابه اني اسمع اغنيه عراقيه منها. قولها تدللي. تكرمي تدللين. تدللين. تكرم عينك واهلا وسهلا فيكي. هلا بدنا طيب اوكي. هلا بدي احط العجينه في الجاط. شايفه كيف فايته هذا؟ هلا الجاط احنا ما رح نخبز فيه، بس بدنا ناخذ شكل الجاط عشان يطلع لنا الباي شكلها حلو. اوكي يعني انت هلا بدك تحطي الباي جوات الجاط هيك بهالشكل هذا عشان تاخذ الشكل بس. اوكي ماشي. طبعا احنا عشان ما تلزق العجينه الشيف حطينا زيت بالجاط حطينا فيه. شو رايك بالموضوع؟ والله كثير حلو شكله. هلا بدنا نعبي. رح اجوع بزياده طب معلش عبي لنا اياها لو سمحت. هلا يعني بدنا نحط الحشوه جوات الباي وبعدين بتغطيها بعدين بنرددها على بعضها. اوكي هلا فرجيك كيف رح نقلبها على الصينيه. الصينيه كمان مدهونه عنا عشان ما تلزق. بنحطها كلها؟ قد ما توسع. ان شاء الله امي تكون تعلمت هاي الطبخه لانه شكلها لا كثير انت اللي بدك تروح. انت بدك اوكي. طيب اذا هلا رح نحط الحشوه. اوكي ورح اوكي. اذا احنا رح نكمل باجواءنا بالمطبخ. رح نطلع لفاصل واكيد راجعين بانساتي سيداتي، خليكم معنا. مقدم من مطابخ الطباع شارع مكة. الأدوات المنزلية مقدمة من معرض ساميز عبدون. مكونات الطبخ مقدمة من كوزمو. الإلكترونيات مقدمة من سامكس. شو عامل اليوم على الفطور؟ شو عاملة اليوم على الفطور؟ سؤال كل يوم إجابته صار لها طعم تاني مع كنور اللي بتقدم لك منيو جديد لكل يوم في رمضان عشان تنوعي وتجدد بأكلاتك كل يوم. تسلم ايدك يا حياتي. أزكى فطور مع كنور.